بتفهم بولندي لكن لما بتحاول تتكلم لسانك بيقف وما بتعرفش تبدأ منين؟ أكبر غلطة بيقع فيها أي حد بيتعلم أي لغة إنه يسمع شرح يحفظ كلمات وقواعد من غير ما يتدرب على الكلام، وده ببساطة لأن الطلاقة ما بتجيش من حفظ كلمات وقواعد، الطلاقة بتيجي من تكرار استخدام الكلمات والقواعد. علشان كده في الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله هنتدرب على الكلمات والقواعد من حيث المفرد والجمع مع الصفات من غير حفظ علشان نقرب نوصل لهدفنا وهو التحدث البولندية بثقة وطلاقة. أنا اسلام أبو لفا وده كورس بولندي أونلاين. أهلا بكم في الفيديو الثاني من Train to Hire من كورس بولندي أونلاين، كورس التدريب المهني اللي بيركز على التدريب والكلام براكتيكا تشيني ميستشا. في الفيديو ده مش هنتعلم حاجة جديدة ولا هنحفظ حاجة جديدة. الفيديو ده مبني على شرح ليتشبا بويدنيتشا اي ليتشبا بنوغا، المفرد والجمع الجزء الأول والثاني ومعاهم الصفات. مش هنتعلم حاجة جديدة، هنتدرب على اللي اتعلمناه علشان نكسر الرهبة ونقرب نوصل لهدفنا وان احنا نتكلم بولندي بطلاقة. يلا بينا نبدأ على طول. أنا هقول اسطمبة معينة علشان نثبت المعلومة، أنا هقول المفرد وأنت هتقول الجمع. فمثلا أنا هنلعب لعبة بسيطة، أنا هقول لك مثلا To jest czerwone samochód. النهاردة هنركز على حاجة واحدة بس، في الجمع هنضيف حرف الإيجريك وفي الصفة هنشيل الإيجريك ونحط مكانها حرف الإي. To jest czerwone samochód, ale to są czerwone samochody. يلا بينا نبدأ مع بعض، وده كورس تفاعلي فاستأذنك ان انت تتكلم بصوت عالي، تتفاعل معايا، لسانك وشفايفك يتحركوا وتسمع صوتك والكلمات اللي بتقولها بودانك. To jest piękna kobieta. To jest piękna kobieta. To jest piękna kobieta. Liczba mnoga. To są piękne kobiety. To jest piękna kobieta, ale to są piękne kobiety. To jest ładna dziewczyna. Liczba mnoga. To są ładne dziewczyny. To jest ładna dziewczyna, ale to są ładne dziewczyny. To jest czarna torba, ale to są czarne torby. To jest czarna torba, ale to są czarne torby. To jest biały kot. Liczba mnoga. To są białe koty. To jest biały kot, ale to są białe koty. To jest wysoka żyrafa. To jest wysoka żyrafa. Liczba mnoga. To są wysokie, علشان آخر حرف الكا. To są wysokie żyrafy. آخر مثال معانا to jest nowy dom. Liczba mnoga. To są nowe domy. To jest nowy dom, ale to są nowe domy. تمام جدا. نغير اللعبة ونعلى بالمستوى شوية. هنقول المفرد والجمع في جملة واحدة. هنقول بالعربي كان في حاجات كتير، كان في الجمع لكن دلوقتي في المفرد. هوريك الصورة وهبدأ أنا وهنقول الجملة كلها مفرد وجمع. هنبدأ مثلا بالصورة دي. Co to jest? To jest kot. To były koty, ale teraz jest kot. هنا هنركز على المفرد والجمع فقط، مش هنركز على الصفات. نخش مع بعض. أول حاجة co to jest تذكرة. To jest bilet. To były bilety, ale teraz jest bilet. Paszport. Co to jest? To były
paszport, ale teraz jest paszport. Co to jest? To były autobusy, ale teraz jest autobus. Tarabeza, co to jest? To były stóły, ale teraz jest stół. To były stóły, ale teraz jest stół. عيش مثلا. To były chleby, ale teraz jest chleb. أتمنى تكون إن أنت مارست معايا وتفاعلت معايا بصوت عالي براكتيكا تشيني ميسجا. لو استفدت من الفيديو ده أو أي فيديو على كورس بولندي أونلاين أو ترين تو هاير، ما تنسانيش بدعوة حلوة. الدعوة بتوصل في أي مكان وفي أي وقت. زي ما بنقول كل مرة براكتيكا تشيني ميسجا nie od razu krok zbudowano i ten kto pyta nie błądzi. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله هنرجع تاني للجرامر، هنشرح قاعده الدبهونيتش وبعدها هنرجع تاني لترين تو هاير. اللي حابب يتابعني على الكورس المجاني على القناه ده شرف ليا، واللي حابب يكمل معايا في الكورس المدفوع ممكن يتواصل معايا على الواتساب، رقم الواتساب موجود على القناه. Dziękuję bardzo, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.